نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بالماضي اتهمه اتهاما خطيرا، ورين كشف معلومة صادمة. هل هرب أمين غويري من تمثيل الجزائر في الكان؟ لغز كبير صاحب استبعاد أحد أهم نجوم الدوري الفرنسي هذا الموسم أمين غويري من بطولة كأس إفريقيا. مفاجآت تكشف كل ساعة عن سبب استبعاد النجم الجزائري، تفاصيل صادمة عن هروبه من أداء واجبه الوطني، وتلميحات قاصجة من المدرب جمال بالماضي عن حقيقة ما حدث خلف الكواليس، ورد آخر صارم صدر عن نادرين لتكذيب كل ما قاله مدرب الخضر، ومعلومات وثقة كشفت كل الحقيقة. فما الذي حدث؟ وهل إصابة أمين غويري حقيقية أم أنه هرب من معسكر الجزائر؟ لا صوت في الجزائر حاليا يعلو فوق صوت استبعاد نجم رين من قائمة الكان، ضربة موجعة وقوية لهجوم المنتخب الجزائري وحسابات المدرب جمال بالماضي الذي كان يعول على اللاعب في تلك البطولة، ولا سيما بعد المستويات الملفتة التي يقدمها حاليا في الدوري الفرنسي. ولكن بعد إعلان اسمه ضمن القائمة النهائية وحضوره رفقة بقية نجوم الجزائر، قرر أمين غويري المغادرة وعدم السفر رفقة البعثة إلى توغو لحضور المعسكر التحضيري قبل التوجه إلى ساحل العاج ليتم استبعاده بشكل رسمي والبحث عن بديل. الأمور كانت تسير في طريقها الطبيعي، لاعب أصيب وفشل في التواجد بالبطولة كحالة أي لاعب آخر تعرض لإصابة، إلى أن خرج جمال بالماضي في تصريحات أثارت كل الجدل، ألمح فيها لاتهامات شبه صريحة وواضحة بعدم وجود إصابة أو بإمكانية التحامل عليها واللاعب في البطولة، حين قال فور وصوله إلى العاصمة التوغولية: لم نكن على علم بإصابة اللاعب، وقد شاهدناه يشارك في آخر مباراة لفريقه ولم يكن يعاني من أي مشكلة. نادرين صدم الجهاز الفني للجزائر وأرسل لهم تقريرا طبيا يشرح وجود مشكلة في ركبة أمين غويري سوف تعيقه عن السفر لساحل العاج، وهو ما وجده بالماضي استهتارا بالمنتخب، أولا نظرا لتأخرهم في إرسال المعلومة حتى وقت متأخر واستدعاء اللاعب بالفعل ضمن الأسماء المنادى عليهم، وثانيا بسبب مشاركة اللاعب في المباريات مع ناديه بشكل طبيعي حتى آخر مباراة قبل إعلان قائمة الجزائر الرسمية. الاتهامات الموجهة من جمال بالماضي لم تمر مرور الكرام على إدارة رين التي أصدرت بيانا رسميا توضح فيه حقيقة إصابة أمين غويري، وكتبت بعض التفاصيل. بعد تصريحات مدرب الجزائر يؤكد نادرين بأن كل المعلومات حول الحالة الصحية لأمين غويري قد تم إرسالها للمنتخب الجزائري في الوقت المحدد من أجل اتخاذ القرار النهائي حول مشاركة اللاعب من عدمها في نهائيات كأس إفريقيا. نتأسف لعدم مشاركته بالبطولة ونتمنى حظا سعيدا للجزائر خلال المنافسات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.